براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف جديدة. اليوم شهد تداول قضايا جديدة تخص مرتضى منصور في المحاكم، أحدها تخص محمود الخطيب رئيس الأهلي. محكمة النقد في الدائرة الخامسة قضت اليوم بإحالة الطعون المقدمة من مرتضى منصور ضد أحكام صادرة ضده لصالح محمود الخطيب إلى رئيس محكمة النقد للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للموارد الجنائية بمحكمة النقد، وذلك من أجل الأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام، والتي تقضي بجواز الطعون والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن. بينما في قضية أخرى حصل فيها مرتضى منصور على البراءة في قضية سب وقذف، حيث حصل مرتضى منصور على البراءة من تهمة سب وقذف هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمرشح السابق لمنصب أمين الصندوق في المجلس. ولا يزال مرتضى منصور يواجه العديد من القضايا الأخرى والتي يتم بحثها عبر المحاكم خلال الفترة الحالية.